أهلا وسهلا بطلبة بريب 2. معانا النهاردة ليسون جديد، ليسون 2. طبعا احنا خلصنا الثري بارت للليسون 1. وزي ما انتوا عارفين، لازم السنة دي في الساينس ان انت تفهم، لأن الأسئلة كلها بتعتمد على الفهم. أنا لو حفظت أو اعتمدت على الحفظ أنا مش هقدر أحصل حاجة. كل الأسئلة السنة دي المنهج مش تقيل، المنهج محتاج طالب بيشتغل على نفسه وبيفهم كويس قوي. تمام، ومعايا الدنيا هتبقى بسيطة خالص. انت لو ذاكرت الأجزاء اللي أنا بقولها والأسئلة اللي بركز عليها، مش هتحتاج تاخد أي كورس بره أو أي درس بره. تمام، لأن أنا بركز على الأجزاء اللي بتيجي في الامتحان، وبعرفك في كل جزء انت هتذاكر ايه او السؤال هيجي لك عامل ازاي. غير كمان ان انا بعيد المعلومة اكتر من مرة وبديك شيت سؤال بإجابة يعتبر 90% او 99% منه في الامتحان، ان شاء الله مش هيخرج منه لان دي اسئلة الامتحان. فعايزاك تركز معايا وتعتمد ان المنهج منهج فهم، والمنهج بيربطك بالواقع، يعني بيخليك تفهم انت بتاخد الحاجات دي ليه. انت في حاجات زي ما شفناها المرة اللي فاتت، في الاير كونديشنر في البلازما ما كناش نعرفها. فالعلم فايدته ان انت لازم يربطك بالواقع ولازم تفهم. لازم المادة دي تاخدها على اساس فهم. لو خدتها على اساس تفهم وتفسر كل حاجة، مش هتلاقي فيها صعوبة. فعايزاك كده تتابع معايا، ويا ريت لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك، لعله يبقى عايز يفهم الدرس ومش فاهمه. لان الدرس ده زي ما قلت من الدروس اللي محتاجة فهم، ومحتاجة ان الطالب يفهم كل جزئية، علشان الأسئلة اللي بتيجي بتعتمد على الفهم. تمام. طيب نبدأ كده مع بعض. احنا عندنا listen to بيتكلم على اللي changes in state of the matter. طبعا النهاردة هناخد أول جزء في اللي change in state of the matter. نركز كده يا ولاد معايا. احنا اتكلمنا قبل كده وعارفين ان احنا عندنا ثلاث حالات أساسية للماتر، اللي هي السوليد ستيت والليكويد ستيت والجازيوس ستيت. انت عندك 3 ستيت للماتر، اللي هي ايه؟ اول حالة بنقول اللي هي الحالة السوليد، الحالة الصلبة، سوليد ستيت. زي مثلا الايس، التلج. عندنا الليكويد ستيت لايك ووتر، زي المية. عندنا الجاز ستيت لايك الووتر فيبور، اللي هو بخار المية. تمام كده. دي حاجة احنا خدناها اصلا في قبل كده في في جريد 5. طيب، انا عشان اقدر الليسن بتاعنا بيتكلم على اللي change in state of the matter. it change in state of the matter يعني تغير حالات المادة. اسأل نفسك كده العنوان، هو انا اقدر اغير حالة المادة؟ يعني اقدر احول الماتر من سوليد لليكويد ومن ليكويد لجاز؟ طبعا تقدر تحول الماتر وتغير في حالات المادة. طب ازاي اقدر اعمل تشينج للستيت اوف ذا ماتر؟ عندك طبعا حاجتين: اما تدي المادة او اما الماتر جين ثيرمال انرجي، يعني الماتر تكتسب طاقة. جين ثيرمال انرجي يعني ابزورب انرجي. عندك مثلا تلج تديله طاقة، ابزورب هي بمعنى جين، او انكريز الانرجي، خلي بالك ان تزود الطاقة. يعني التلج تديله طاقة فالتلج يبدأ يسيح. او لوز ثيرمال انرجي او تفقد طاقة. كلمة لوز ممكن تجيلك بمعنى ريليز، ريليز ثيرمال انرجي، ان المادة تفقد تطلع الطاقة، يعني الانرجي ديكريز. يبقى نركز مع بعض. يبقى انا عندي اللي تشينج في الستيت اوف ذا ماتر، انا ممكن اقدر اغير حالة المادة. زي ما كنا واحنا صغيرين بنقول ان انا ارفع درجة حرارتها، increase الانرجي، gain انرجي، absorb انرجي، اخلي المادة تمتص حرارة، او lose تفقد
ريليز تفقد حرارة، ان الانرجي ديكريز. تمام. هنا سؤال ممكن يقول لك في الامتحان وينها اهو في العنوان سؤال. ايوه طبعا. امتى بيحصل change in state of the matter؟ امتى؟ هتقول لي when the matter gain او absorb thermal energy or when the matter lose او release thermal energy. تمام يا ولاد؟ طيب نركز كده في الحالات بتاعتنا. يعني انا لو اديت الماتر ثيرمال انرجي، هو انا لو خليت الايس ده يكتسب جين انرجي، ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي اتشينج، هيبدأ الايس، هيبدأ المادة الصلبة اتشينج انتو ووتر او ليكويد. يعني هيحصل عملية خدناها زمان اسمها ميلتنج بروسيس. ميلتنج، عملية انصهار. وانا لو اديت التلج ده طاقة، السوليد جين ثيرمال انرجي، هيحصل ايه؟ هيبدأ يتحول لليكويد. ممكن يسألك العملية، البروسيس اللي السوليد اتشينج انتو ليكويد، هتقول لي عملية الانصهار اللي هي الميلتنج. طب ممكن يسألك يقول لك هو في الميلتنج الماتر جين اور لوز؟ لا، في الميلتنج الماتر جين. خلي بالك عملية الانصهار، الماتر او السوليد ماتر جين بتكتسب او ابزورب ثيرمال انرجي او الانرجي انكريز. يعني في العملية دي الطاقة بتزيد، انكريز. طيب من ليكويد لجاز نفس الكلام، جين ثيرمال انرجي. انت لو جبت شوية مية وسخنتهم هيتبخروا، هيتحولوا لجاز، يبقى دي برضو عملية جين انرجي او ابزورب انرجي. طيب هنا العملية دي اسمها ايه؟ change of matter from liquid state to gas state، خدناها زمان، من سائل لغاز، ها اسمها ايه؟ boiling او evaporation، غليان. طيب في عملية الغليان هل انت بتزود طاقة increase الثيرمال انرجي or decrease؟ طبعا يا مس increase الثيرمال انرجي، انا هنا بزود برضو طاقة. طب انت بتقولي لنا كده ليه؟ لان هنا السؤال هيجي يقول لك البروسيس اللي جين ثيرمال انرجي، البروسيس اللي الانرجي انكريز، اللي انا بزود فيها طاقة. يبقى وانت مغمض هتختار مين يا ولاد؟ هنختار الميلتنج، وهنختار ايه؟ هنختار البويلينج. تمام. يبقى العمليتين دول ابقى عارفهم من العمليات اللي جين او ابزورب ثيرمال انرجي، الميلتنج والبويلينج. جين يعني الثيرمال انرجي انكريز، انا بزود هنا الطاقة الحرارية. تمام. طيب احنا عرفنا دلوقتي ان لما الماتر جين ثيرمال انرجي اهو هتبدأ تتحول من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز. ده عنوان الليسن، تشينج ان ستيت اوف ماتر. انا عرفت امتى الماتر تتحول، امتى؟ لما بديها طاقة، when the matter gain او absorb او الانرجي انكريز. والتو بروسيس اللي الانرجي انكريز الميلتنج والبويلنج. انرجي انكريز يعني جين او ابزورب الثيرمال انرجي. طب احنا قلنا كمان ممكن الماتر لوز، مش بس تاخد طاقة، ده ممكن لوز او ريليز ثيرمال انرجي. نشوف كده يا ولاد لوز ازاي. يعني انت عندك مادة ليكويد زي الووتر، عندك ازازة مية وبتحطها في الفريزر، هنا الليكويد المية هتبدأ تتحول لسوليد، لايس، مش كده؟ يبقى هنا حصل ايه؟ جين ولا لوز؟ لا، انت بتحطها في الفريزر فانت مقلل درجة الحرارة، هنا انت ديكريز التمبريتشر. يعني ايه ديكريز التمبريتشر؟ يعني بدأت المادة ما تاخدش طاقة اهو، هي بتطلع الطاقة، بتقلل الحرارة، يبقى هنا حصل لوز للانرجي. ممكن يجي لي في الامتحان يقول لي ريليز، صح برضو، لوز او ريليز انرجي، معايا اي مسمى صح. معنى لوز انرجي يعني التمبريتشر ديكريز. طب انت لما تحط المية وتتحول لتلج، دي عملية ايه؟ ها خدناها زمان، فريزنج. جميل، فريزنج تجمد. يبقى عملية الفريزنج نوت جين، دي لوز، دي ريليز، دي ديكريز التمبريتشر. يبقى عملية الفريزنج اللي هي الماتر اتشينج فروم بروسيس، الماتر اتشينج فروم ليكويد ستيت انتو سوليد ستيت، فروم ووتر انتو ايس. طيب جميل. طب انا دلوقتي عايزة عندي ماتر لايك فيبر، ووتر فيبر، دي جاز، البخار. البخار ده يعني البخار اللي طالع من الحلة، انا عايزة ابرده، اعمل له كولينج، قربته لكولد سيرفيس، ايه اللي هيحصل؟ الووتر فيبور ده هيبدأ
لو انت كده البخار طالع من الحله السخنه، وجيت قربت كولد سيرفيس، وات هابن هيحصل ايه؟ هتلاقي قطرات ميه بدات تنزل، البخار ده بدا يتحول لميه. الووتر فيبر اللي هو الجاز ستيت هتبدا تتحول لايه؟ لووتر دروبلت، يعني ليكويد ستيت. طيب من ووتر فيبر انتو ليكويد، من جاز انتو ليكويد، دي عمليه مهمه جدا. طبعا العمليه دي لوز انرجي، ريليز انرجي، لان انت مقلل درجة الحرارة. انت البخار اللي طالع ده قربت له كولد سيرفيس، فهنا الووتر فيبور اتشينج انتو ليكويد او ووتر. العملية دي بنقول عليها اسمها، خدناها زمانها، كوندنسيشن. جميل، تكثف، كوندنسيشن. تمام، يبقى اذا عملية الفريزنج والكوندنسيشن دول عمليتين لوز ثيرمال انرجي اور ريليز ثيرمال انرجي، او ديكريز التمبريتشر. يبقى هنا سؤال يا جماعة نركز، ممكن يجي لي كمان الكيرف، يجي لي كيرف في الامتحان يقول لي مثلا هنا solid liquid gas، يجيب لي ايس، ووتر، يجيب لي ووتر فيبور، يعمل لي كيرف كده او دايجرام شكل كده، ويقول لك هنا اكس واي زد اف مثلا، ويقول لك which process gain thermal energy which letter. ايه الليتر اللي جين ثيرمال انرجي؟ هنقول اكس وواي. الاكس والواي دول جين ثيرمال انرجي، جين انرجي بتكتسب حراره. ليه؟ لان من تلج الميه، ومن ميه لغاز لبخار. تمام، طب هيجي يقول لك اكس دي بتمثل ايه؟ من سوليد لليكويد، يبقى ميلتنج، عملية الانصهار. طيب من ليكويد لجاز، يبقى واي ايه؟ بويلنج او ايفابوريشن. طب جميل، هيجي يقول لك which process، اي عمليتين تو بروسيس لوز ثيرمال انرجي؟ ايوه طبعا الزد والاف. الزد والاف يا ولاد لوز، العمليتين دول لوز انرجي. طب هيقول لك الزد دي بتمثل ايه؟ من جاز لليكويد، يبقى كوندنسيشن، بالتبريد طبعا. طيب من ليكويد لسوليد، الميه خليتها سوليد ايس، يبقى فريزنج. يبقى لازم ابقى عارفه مين البروسيس اللي جين انكريز الثيرمال انرجي، الميلتنج والبويلنج. البروسيس اللي لوز ثيرمال انرجي، الفريزنج والكوندنسيشن. يبقى السؤال ممكن سهل جدا، وخدناه قبل كده يجي لنا. ليه بنقول الجزء ده؟ لان انا عايزه افهمك العنوان بتاع الليسن. العنوان بتاع الليسن تشينج، انا بغير في الستيت اوف ماتر. لازم تفهم يعني ايه بغير، يعني بدي للماتر دي جين انرجي، بديها طاقة، او لوز ثيرمال انرجي. جميل. طيب نبدأ بقى. احنا لو عندنا دلوقتي سوليد، عندنا مادة صلبة سوليد، زي مثلا الايس، اتفقنا. والايس ده انا عملت له ايه يا ولاد؟ انا اديته حراره، جين ثيرمال انرجي. بدات ادي للايس ده انرجي، بدات ادي له طاقه، ابزورب الانرجي انكريز. يعني التلج انت طلعته من الفريزر، عرضته للشمس. انت عارف طبعا ان نرسم كده ان الايس البارتيكلز كلوز توجذر، مقربين من بعض. تمام، والسبيسز فيري سمول سبيسز، المسافات صغيره جدا. والاتراكشن فورس زي ما قلنا في ليسن 1 فيري سترونج. طيب جميل، انت دلوقتي اديت للبارتيكلز دي انرجي، اديت لها طاقة. الطاقة تعمل ايه؟ البارتيكلز دي كانت نايمة وقاعدين جنب بعض وساكتين خالص، وانت بدأت تديهم طاقة، تديهم باور. هيعمل ايه؟ البارتيكلز دي هتبدأ تتحرك يا ولاد، move away from each other. هتبدأ البارتيكلز دي تبدأ ايه؟ تتحرك كده، يبعدوا عن بعض. هتبدأ السبيسز انكريز، مهمة، المسافات البينية تبدأ تزيد. انت لما تدي اي ماتر، عشان بتيجي في الكومبليت، when the matter gain thermal energy absorb thermal energy، يقول لك السبيسز ايه؟ المسافات انكريز. انكريز ليه يا مس؟ لانها بيبعدوا عن بعض، انت اديتهم باور، ما عادوش جنب بعض وساكتين، لا، هيبداوا move away from each other، فالسبيسز انكريز، المسافات هتزيد. طب والاتراكشن فورس؟ ها، القوة التماسك، هل ماسكين بعض؟ هما كانوا اللون الازرق ده ماسكين بعض، لا، الاتراكشن فورس ايه؟ قوة التجاذب ديكريز. لازم اخلي بالي من اسئلة الكومبليت. يبقى وين ذا ماتر، انا بقول السؤال بيجي ازاي في الامتحان، وين ذا ماتر جين ثيرمال انرجي،
السبيسز المسافات انكريز هتزيد، انما الاتراكشن فورس ديكريز هتقل. طب وبعدين انت دلوقتي اديت الجزيئات طاقة، هيبدأوا يتحركوا بسرعة، السبيد انكريز لان هم بدأوا يبعدوا عن بعض فالسرعة تزيد. فالكاينيتيك انا خدت السنة اللي فاتت ان الكاينيتيك بتعتمد على السبيد، الكاينيتيك صاحبة السبيد، طاقة الحركة هتزيد، طاقة حركتهم تزيد. مين صاحبة الكاينيتيك؟ التمبريتشر انكريز، ودرجة الحرارة هتزيد. شوفوا، مهم اعرف ان لما الماتر جين ثيرمال انرجي، البارتيكلز اخدينها قبل كده في جريد 6، موف بيبداوا يبعدوا. طالما بيبداوا يتحركوا يعني السرعه هتزيد، انت اديتهم طاقه، هيقفوا ساكتين؟ لا، هيتحركوا. فالسبيد انكريز، فالكاينيتيك انرجي طاقه الحركه هتزيد، والتمبريتشر كمان هتزيد. الكاينيتيك والتمبريتشر دايركتلي بروبورشنال. طاقه الحركه لما تزيد، انت لما تجري وتتحرك بسرعه درجة الحرارة تزيد. زي ما تجيب برطمان كده تحط فيه بلي وترجه جامد، هتلاقي تيجي تلمس بعد كده البلي هتلاقيه ايه؟ درجة حرارته عالية. كل ما الكاينيتيك انكريز كل ما التمبريتشر انكريز. لازم اعرف دول. يبقى السبيسز المسافات بتزيد عشان البارتكلز موف اواي بيبعدوا عن بعض. الاتراكشن فورس هم بعدوا بالعقل كده، يبقى الفورس قوة التماسك بتقل. السرعة بيبعدوا بيزيدوا بيتحركوا، يبقى السبيد انكريز، والكاينيتيك بتعتمد على السبيد انكريز، والتمبريتشر انكريز. جميل. طب وبعدين نركز كده في الكيرف ده، انا عايزه نرسمه بشكل كيرف. ادي التمبريتشر اهو، وادي الماده السوليد. المادة السوليد بتبقى على فكرة درجتها تحت الصفر، نيجاتيف 4 نيجاتيف 3. طيب انت دلوقتي اديتها طاقة، اديت التلج طاقة، فاتفقنا بدأوا يتحركوا اهوت، وبدأ الكاينيتيك انكريز والتمبريتشر زادت، او البارتيكلز هتاخد طاقة درجة الحرارة تزيد 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 اهي. شايفين؟ تزيد، هتفضل تزيد درجة الحرارة. التلج السوليد اخد الطاقه فالتمبريتشر زادت، يعني الحاله ده هي سوليد، او الحاله معناها هي سوليد ستيت، او البارت اي بي سوليد ستيت. هنا التمبريتشر زي ما انت شايف اهو بتزيد، كل ما بتدي الايس طاقه كل ما التمبريتشر والكاينيتيك انكريز. هنا سؤال الامتحان: وات هابن when السوليد، او يجيبها لك كومبليت، الايس جين ثيرمال انرجي، الكاينيتيك ويل نقط انكريز، التمبريتشر انكريز، او يقول لك مين الانرجي اللي انكريز؟ طبعا الكاينيتيك انرجي انكريز، عشان البارتيكل زي ما قلت موف اواي فروم ايتش اذر، السبيد انكريز. طيب جميل. وبعدين هيفضل التلج يكتسب طاقة ودرجة حرارته تزيد 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 لحد ما التلج يبدأ، ما هيسيح بقى، يبدأ يسيح ولا يفضل تلج؟ انت بتديله حرارة، بتديله طاقة حرارية، فهيبدأ يسيح، هيحصل فيه تمبريتشر في بوينت، الايس ستارت تو تشينج انتو ليكويد، هيبدأ يسيح، هتبدأ يوصل لإيه؟ درجة الانصهار اللي هي الميلتنج بوينت. درجة الانصهار لازم نعرفها بزيرو، عند زيرو. يبقى التلج انت اديته طاقة، فالتمبريتشر انكريز هتزيد 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 لحد ما هنوصل لدرجة الانصهار. يعني ايه الميلتنج بوينت؟ بتيجي في الامتحان. يعني ايه الميلتنج بوينت؟ يعني البوينت at which الايس begin to change into water، البوينت at which السوليد begin او start to change into water. شوفوا انا بقول ايه begin، ما هو التلج ما بيسحش على طول دايركت بيتحول لميه، لا. انت لما تطلع ازازه من الفريزر بيفضل فيها شويه ميه وفيها تلج، ما بتتحولش على طول دايركت الميه، بتيجي بعد شويه تلاقي شويه ميه ولسه في قطعه تلج. تمام؟ يبقى احنا عندنا نركز كده مع بعض. يبقى التلج اهوت انا اديته طاقه، هيتحول لايه؟ هيبدأ يوصل لدرجة الانصهار. درجة الانصهار معناها ايه؟ السوليد تشينج انتو ليكويد، السوليد بيجن تو تشينج انتو ليكويد. المادة الصلبة هتبدأ لسه، الايس هيبدأ لسه يتحول لمية. تمام يا ولاد؟ هيبدأ يتحول لإيه؟ لمية، هيبدأ لسه، لأن التلج ما بتحولش دايركت انتو ووتر.
فهنا بداية نقطة الانصهار. التعريف ده مهم جدا. هيجي يقول لك التمبريتشر at which الايس begin to change into water، يبقى هنا وصل للميلتنج بوينت، لدرجة الانصهار. هي بداية نقطة الانصهار. بداية نقطة الانصهار خلي بالكم عند النقطة بي ده اهي. تمام. طيب قال لي بعد كده هيحصل في نقطة الانصهار ان درجة الحرارة التمبريتشر ريمين كونستانت، درجة الحرارة بتثبت. ده معناه ايه؟ هل معناه ان الماتر، الايس ده نوت جين ثيرمال انرجي؟ لا يا مس، ده انا لسه مطلعه التلج بره. فمعنى كده ان التلج بياخد حراره، في حراره بتوصل. طب ايه اللي خلى التمبريتشر في الكيرف ده ريمين كونستانت؟ ليه درجه الحراره ثابته في الكيرف بي سي؟ انا هقول لك، انت ناسي الكيرف بي سي؟ اسال نفسك الاول، هو الكيرف بي سي ده بيمثل اي ستيت؟ هل ده ليكويد؟ محد لا، مش ليكويد. محدش يقول لي ليكويد ليه. مش هو التلج بدأ يسيح؟ بدأ، انا بقول بدأ يسيح، begin to change، يعني لسه مسحش. يعني الكيرف بي سي ده بيمثل سوليد وليكويد، لان التلج لسه هيبدأ يسيح. بدليل انت لما تطلع ازازة من الفريزر وفيها تلج، طبعا ما بتسحش على طول، بتيجي بعد ساعة ساعتين تلاقي شوية مية وفيها لسه تلج. اذا الستيت هنا بيسألك في الكيرف بي سي الستيت ايه، تقول لي سوليد وليكويد. طب وده علاقته ايه بالكلام؟ ما انا عايز افهم هو ليه يا مس التمبريتشر برضو ثابته على الرغم ان هو بياخد طاقه؟ المفروض درجه الحراره تزيد، ومش هو بياخد طاقه والتلج هيبدا يسيح؟ ايوه، بس الطاقه اللي بياخدها مش هنا سوليد وليكويد. ركز معايا، مش في سوليد لسه؟ السوليد لسه ماسكه نفسها، يعني في ايس وفي ميه، شويه ميه. فاحنا عايزين الطاقه الاول تكسر الروابط اللي ما بين السوليد بارتكلز. عرفت ليه درجه الحراره هنا ما بتزيدش؟ احنا دلوقتي في مشكله، عايزين نحول التلج كله لميه، لان هنا في الكيرف ده لسه في تلج، لسه في سوليد ستيت. فهنا محدش يقول لي ان الكيرف ده نوت ابزورب ثيرمال، لا بيمتص حراره. درجه الحراره ما بتزيدش ليه؟ ما بتزيدش علشان الابزوربد ثيرمال انرجي، الحراره اللي التلج بياخدها بيستغلها في ايه يا اولاد؟ الحراره دي بتستغل في ايه؟ بريك، بتكسر الاتراكشن فورس، اوفركم الاتراكشن فورس. وهنا سؤال مهم جدا، اقول تاني، نقول تاني. يبقى انا عندي كيرف اهو. انا بدأت اول حاجة اسخن السوليد، فقلت لما سخنت السوليد البارتيكلز بدأت موف اواي، بعدت عن بعضها، والسرعة زادت والمسافات زادت عشان بعدوا عن بعض، السبيسز انكريز، لكن الفورسز ما مسكوش بعض، ديكريز. والكاينيتك عشان بتحركوا بسرعة، عشان انا بديهم طاقة فبيبدأوا يتحركوا بسرعة، ونتيجة الكاينيتك انرجي انكريز، فالتمبريتشر انكريز، التمبريتشر بتزيد بتزيد بتزيد. يبقى الكيرف اي بي ده السوليد ستيت بتاعي، التمبريتشر هتفضل تزيد لحد ما التلج يبدأ begin to change into water. هيبدأ امتى؟ عند الميلتنج بوينت اللي هي زيرو، عند درجة الانصهار التلج هيبدأ يتحول لليكويد. تمام، هيبدأ يتحول. يبقى دي النقطة دي اسمها ايه؟ عشان بيجي يقول لك بوينت بي تمثل ايه، تقول لي الميلتنج بوينت، ولازم تعرف رقمها زيرو. تمام، عند الزيرو بقى هيبدأ لسه يتحول. هنا الحالة سوليد، انما ما تقوليش في الكيرف مثلا بي سي سول ليكويد خلاص اتحول، لا هيبدأ لسه، يعني لسه في قطع تلج وفي شوية مية. تمام يا اولاد، يبقى هنا سوليد وليكويد، ايس ووتر. عشان كده بنقول التمبريتشر هنا كونستانت، ثابته. هنا سؤال من اهم الاسئله، جيف ريزن. شوف انا بقول لك سؤال الامتحان، التمبريتشر كونستانت، ليه درجه الحراره يا جماعه ثابته في الكيرف بي سي although او despite absorbing thermal energy؟ انا هنا بدي طاقه. طب درجه الحراره ما بتزيدش زي الكيرف اي بي ليه؟ ليه رغم ان انا بدي طاقه؟ قلنا علشان هنا في مكعبات لسه تلج، واحنا عايزين نكسر الاتراكشن فورس اللي ما بين التلج وبعضها. يبقى انت هتقول الاجابه في الامتحان ايه؟ هتقول because الابزوربد thermal energy overcome الاتراكشن فورس between البارتيكلز. تمام، لان الطاقه اللي بيمتص، الطاقه الممتصه بتكسر، دورها هنا انها تكسر كل التلج وتحوله لميه. اظن وضحت. يقول لك الستيت
في الحالة في الكيرف بي سي هتقول لي ايه؟ سوليد اند ليكويد، ما تقولش ليكويد، لان انا قلت ما فيش تلج بتحول دايركت لليكويد. لا، بيبدأ لسه يتحول. طب في سؤال يقول لك at which point، في اي نقطة الايس completely turn into liquid، التلج في اي نقطة خلاص اتحول تماما لمية؟ هتسأل نفسك فين نهاية نقطة الانصهار؟ هي مس السي، يعني في النقطة سي دي خلاص الليكويد، خلاص هنا الايس turn completely into liquid. شوفوا انا بقول الاسئلة، هيقول لك at which point، في اي نقطة السوليد اتشينج كومبليتلي انتو بالكامل، خلاص التلج بقى ميه عند سي. انما الكيرف بي سي لسه فيه سوليد، لسه فيه قطع تلج، وعشان كده درجة الحرارة هنا ثبتت، علشان الابزورب ثيرمال انرجي اوفركم او بريك او ويكن للاتراكشن فورس. وقلت ده سؤال مهم جدا. تمام يا اولاد؟ طيب، يبقى خلي بالنا في الكيرف اي بي سوليد ستيت، وهنا التمبريتشر زي ما انتم شايفين انكريز. طيب في الكيرف بي سي سوليد وليكويد ستيت، سوليد مع ليكويد. تمام. والتمبريتشر محدش يقول لي انكريز، انا عماله اقول فيها من الصبح كونستانت، درجه الحراره ثابته. ثابته ليه؟ هيسالك. لان يا مس لسه في قطع تلج وانا عايزه احولها لليكويد. انا بقولها لك بالعربي، بس انت هتقولها ازاي في الامتحان؟ لان الطاقه الممتصه الابزوربد ثيرمال انرجي اوفركم بريك للاتراكشن فورس بتوين البارتكلز. سهله خالص عشان انا عايزه احول التلج، انا هرفع الحراره ولسه في تلج، مش انا اكسر الروابط اللي في التلج دي واحولها خالص لليكويد. تمام. هيجي يقول لك ممكن يقول لك في الكيرف ده التمبريتشر تقولي كونستانت. طب طالما يا اولاد سؤال ذكي، التمبريتشر كونستانت، طب يا ترى الكاينيتيك انرجي نظامها ايه في الكيرف بي سي؟ كونستانت. مش احنا قايلين ان التمبريتشر والكاينيتيك انرجي اصحاب؟ يبقى لو التمبريتشر كونستانت يبقى الكاينيتيك كونست، والسبيد كونستانت برضو، علشان السبيد برضو صاحبة الكاينيتيك. شوفوا الأسئلة. يبقى في الكيرف بي سي عشان التمبريتشر ثابتة، وانا عرفت ثابتة ليه؟ علشان الابزوربد ثيرمال انرجي بتكسر دورها، هنا تكسر الاتراكشن فورس، دورها تحول كل السوليد كومبليتلي انتو ليكويد. فالكاينيتيك كونستانت والسبيد كونستانت. تمام. نقطة ايه اللي خلاص اكتمل عملية الانصهار كومبليت ميلتنج؟ هي النقطة سي. جميل جدا، فهمنا الكيرف ده. طب جميل، يبقى في سي انا اتحولت الليكويد. طيب انا بقى لو جبت الليكويد ده نفس الكلام وخليته جين ثيرمال انرجي، اكتسب حرارة. الليكويد المية، جبت مية وسخنتها، اديتها حرارة، ابزورب ثيرمال انرجي، ايه اللي هيحصل؟ ها؟ نفس الكلام. البارتيكلز يا مس هيبداوا موف اواي فروم ايتش اذر، هيبداوا يبعدوا عن بعض، فالسبيسز ها انكريز بتيجي كومبليت. طالما انت بتدي طاقه المسافات هتزيد. ها؟ الاتراكشن فورس، قوه التماسك، ديكريز يا مس، قوة التماسك هتقل، ان هما يبعدوا عن بعض، مفيش تماسك اصلا. طيب انت بتدي لها طاقة، الجزيئات بدأت تتحرك، السبيد انكريز، هيبدأوا موف اواي يتحركوا، الكاينيتيك صاحبة السبيد انكريز. وطالما الكاينيتيك انكريز التمبريتشر هتجيلك كومبليت انكريز، درجة الحرارة تزيد. نفس الكلام اي مادة جين ابزورب ثيرمال انرجي هتقول ده كله. اي ماتر سواء سوليد ايس سواء ليكويد جينز ثيرمال انرجي، السبيسز انكريز، السبيد انكريز، الكاينيتيك كله انكريز ما عدا الاتراكشن فورس هي اللي ديكريز. يبقى انت عندك ميه وبدات تديها طاقه، الجزيئات هيبداوا يتحركوا يبعدوا عن بعض، السبيسز انكريز، الاتراكشن فورس ديكريز، السبيد هيبداوا يتحركوا فالسرعه تزيد، وصاحبه السبيد الكاينيتيك، والتمبريتشر هتزيد. طب وبعدين يا مس؟ تعالوا نرسمها اهو. بدأنا الليك، طبعا انا قلت ده سوليد واحنا فهمنا الكيرف ده، وده ليكويد. احنا الليكويد اهو عنده النقطة، فاكرين كانت عنده النقطة سي. انت اديت الليكويد طاقة، فالجزيئات هيبدأوا يتحركوا بسرعة، الكاينيتيك انكريز والتمبريتشر انكريز اهو. الكيرف ده ايه؟ ليكويد. درجة الحرارة هتفضل درجة الحرارة تزيد لحد ما الليكويد هيبدأ يتحول لجاز، لووتر فيبر. هنا عند نقطة مين؟ ها؟ البويلينج بوينت. انت لما تحط شوية مية على النار،
يسخنوا يسخنوا يغلوا ولا هيفضلوا ميه؟ مش هيبداوا يتحولوا لبخار. فانت الليكويد انت اديته جين انرجي، فالكاينيتيك انكريز، فالتمبريتشر زادت اهو زي ما انت شايف لحد ما وصلت لدرجه الغليان اللي هي بتاعت الميه 100 100. انما الميلتنج بوينت كانت زيرو. تمام، نركز. يبقى هيبدا يغلي، هيبدا ايه يغلي؟ start to change from liquid into gaseous state. نفس الكلام بالظبط. وانت لما تحط شويه ميه بتعمل مكرونه وبتغلي ميه، هل الميه دايركت بتتحول لجاز على طول كده؟ لا، ده بيبقى فيه شويه ميه في الحله وشويه بخار طالعين. يعني اذا في ليكويد وايه في الكيرف ده؟ ليكويد وايه يا اولاد؟ ليكويد وجاز. تمام. يبقى في الدي اي، الكيرف دي اي، الستيت هتبقى ليكويد وجاز زي بالظبط لما قلت لك السوليد. هل انت لما بتطلع الازازه المتلجه بره هل بتتحول دايركت الليكويد؟ قلت لي لا، ده في شويه تلج وفي ليكويد. تمام، يبقى الكيرف بي سي الحاله سوليد اند ليكويد، الكيرف دي اي ليكويد اند جاز. واحنا فهمنا ليه؟ لان هنا الليكويد هيبدا يتحول لغاز، ما بيتحولش دايركت، لا لسه في شوية مية في الحلة وفي غاز بيطلع. احنا دورنا ايه؟ عايزين بقى نحول المية دي كلها لغاز. نعمل ايه؟ هو بياخد حرارة. طب هل الحرارة كده هو بيكتسب سيرمال انرجي؟ كل الكيرفات بتكتسب حرارة، A B وبي سي وسي كله بيكتسب حرارة، محدش يقول لي ما بيكتسبش. بس هنا يا ميسي الدي اي التمبريتشر كونستانت، ما هو زي دي البي سي كونستانت. نفس الكلام يا ولاد، درجة الحرارة زادت سوري، درجة الحرارة ثبتت ليه؟ لأن الأبزوربت ثيرمال إنرجي، الطاقة الممتصة، بريك. احنا عايزين الطاقة اللي انت تاخدها يا مية، عايزين الطاقة اللي هنا تكسر الاتراكشن فورس عشان تحول الليكويد كله المية. انت ناسي ان في مية، في شوية مية في ليكويد، ده ليكويد وجاز، انت عايز تحول الليكويد كله لجاز. فانت هترفع حرارة ايه وانت عايز لسه الليكويد يتحول لجاز؟ نفس الكلام، انت الابزورب الثيرمال انرجي كانت بتكسر الاتراكشن فورس ما بين السوليد بارتكلز. ركز. يبقى هنا درجة الحرارة ثبتت، انت اهو، انت الليكويد عندك اخد حرارة جين ثيرمال انرجي، فالتمبريتشر انكريس، باختصار زادت. تمام، لحد ما وصلنا للبويلنج بوينت. يعني ايه بويلنج بوينت؟ افهم، يعني درجة الحرارة اللي هيبدأ الليكويد يتحول لجاز. هيبدأ، ده معنى ايه؟ ان مش على طول كده تفتح عينك تلاقي المية اتبخرت. هيبدأ. تمام. والبويلنج بوينت زي ما قلت 100. فالليكويد ستارت تو تشينج. هنا سؤالين يا اولاد، هيقول لك التمبريتشر ات ويتش السوليد بيجين تو تشينج انتو ليكويد، هتقول لي الميلتنج بوينت من سوليد لليكويد ميلتنج بوينت. تمبريتشر at which الماتر تشينج فروم ليكويد انتو جاز بويلنج بوينت. تمام، فهيبدا اذا هيبقى عندنا ليكويد وجاز. فدرجه الحراره بيقول لك ثابته. ثابته ليه في الكيرف ده؟ ثابته لان الحراره الممتصه هتكسر لك الاتراكشن فورس، بريك للاتراكشن فورس بتوين الليكويد بارتكل. هنا سؤال ذكي قوي، يعني في الميلتنج بوينت الابزوربت ثيرمال انرجي اوفركم او بريك الاتراكشن فورس بتوين ايه؟ الشاطر اللي هيكتب في التعليق بتوين ايه بارتكل. وفي البويلنج بوينت الاتراكشن فورس ويكن بتوين ايه بارتكلز. طب اساعدكم، في الميلتنج بوينت في درجة الانصهار الاتراكشن فورس ويكن للسوليد بارت. احنا بنكسر في الميلتنج بوينت السوليد بارتكل، بتيجي كومبليت. كل الكلام ده مكتوب في الشيت عندكم. انما في البويلنج بوينت في درجة الغليان انا بكسر الاتراكشن فورس لمين؟ شوفوا اسئله بتعتمد على للليكويد بارتكلز، للليكويد. ممكن برضه يقول لك ات نقط بوينت الاتراكشن فورس ويكن للليكويد بارتكل، يبقى في البويلنج بوينت البوينت اللي عندها اوفركم للاتراكشن فورس اوف ليكويد بارتكل. يبقى البويلنج طالما انت بتكسر الاتراكشن فورس بتاعت الليكويد يبقى في البويلنج. طب بتكسر الاتراكشن فورس بتاعت السوليد يبقى في الميلتنج. ان الميلتنج من سوليد لليكويد بالعقل، انما البويلنج بالليكويد لجاز. اظن اتمنى تكون وضحت معانا. بصوا معايا اهو الكيرف اهو يا جماعه،
الكيرف. طبعا هنا الكيرف بيجي لك اسئله كتير جدا في الامتحان. من A ل B هتقول لي in which state، هتقول لي دي solid state. تمام جدا. طيب هيقول لك البوينت بي تمثل ايه؟ الميلتنج بوينت. خلي بالك بي ميلتنج بوينت، لان خلاص التلج هيبدأ يتحول لليكويد. الكيرف بي سي بتمثل ايه؟ هتقول لي سوليد وليكويد زي ما انا شرحت، لان التلج ما بتحولش دايركت يمس الليكويد او لوتر. تمام. هنا سوليد وليكويد. هنا التمبريتشر تبقى عارف كونستانت ليه، ده سؤال امتحان جيف ريزن. درجة الحرارة ثابتة ليه يا جماعة؟ هتقول لي لان الابزوربت ثيرمال انرجي اوفر كم بريك الطاقة اللي هنا احنا عايزين يمس بالعقل نحول السوليد كله الليكويد، فالطاقة الممتصة هتكسر الروابط الاول بتاعت السوليد عشان تحولها كومبليتلي انتو ليكويد. هيقول لك at which point، at which point الايس تيرن كومبليتلي انتو ووتر عند سي. طيب الكيرف سي دي تو يمثل ليكويد طبعا، خلاص سي بقت ليكويد، ده ليكويد. تمام. الدي تمثل ايه؟ بويلنج بوينت. الكيرف مهم. الدي اي ها، هل الليكويد هيتحول لجاز على طول؟ لا، ليكويد مع جاز في حالتين هنا، لان انا قلت مفيش سوليد بيتحول دايركت الليكويد ولا الليكويد دايركت للسوليد، يبقى ليكويد اند جاز. تمام. في الكيرف دي اي. تمام. دي اي بتمثل البويلنج بوينت، بي سي ميلتنج بوينت. يجي سؤال يقول لك في الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت، اسمع اكتبوا في الكومنت التمبريتشر ايه؟ كونستانت، درجة الحرارة ثابتة. في الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت زي ما انت شايف في الكيرف، ميلتنج بوينت والبويلنج بوينت تمبريتشر هنا كونستانت. ليه يا مس؟ لان الابزوربد ثيرمال انرجي في الميلتنج بوينت بريك للاتراكشن فورس بتاعت السوليد، وفي البويلنج بوينت لان الابزوربد الطاقه الممتصه بريك اوفركم للاتراكشن فورس بتاعت مينها؟ بتاعت الليكويد. شفتوا الاسئله؟ تمام. طبعا عنده النقطه ايه خلاص اتحول لجاز نهايه الغليان، واي اف بقى جاز. تمام يا اولاد. كيرف بسيط جدا، واسئله في الجزئيه دي كتيره قوي يا اولاد، فعايزاكم تفهموها كويس قوي. طبعا هنا السؤال ده انا قلته from the opposite figure identify symbol of two process الانرجي increase. طبعا الطاقة بتزيد، احنا قلنا في العمليات اللي جين ثيرمال انرجي اللي هي الواي والزد، الميلتنج والبويلنج. اتمنى تشيروا الفيديو لزمايلكم. الجزء ده مهم جدا للناس اللي مش فاهمة، وعايزاكم تكتبوا في الكومنت الحاجات اللي انتوا مش فاهمينها، وتتفاعلوا وتشتركوا لأن الجزء ده فهم. شكرا.